ضربة موجعة للنادي الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي. بالنسبة لأكرم توفيق ألف سلامة، الموسم انتهى بدري بدري مع أكرم توفيق. وشباب الأهلي يفوز على شباب الزمالك 2-0 في قلب متعوبة. اكتساح في كل قطاعات الناشئين للنادي الأهلي. وعلي معلول ادى القضية لزيزو في الاستفتاء بتاع الجولة اللي فاتت. ومرتضى منصور طالع بيبيع الوهم لجمهور نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك، ويا ريت تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله من اخبار النادي الاهلي والكرة المصرية والعالمية. أكرم توفيق، ألف ألف سلامة على أكرم توفيق، وترجع بالسلامة إن شاء الله وأحسن من الأول. ولكن قدر الله ما شاء فعل. بعد إصابة أكرم توفيق في خلال نفس السنة 2022 في بدايتها وآخرها، أكرم توفيق لسه راجع من إصابة الرباط الصليبي في شهر أول 10 اللي فات، أول أكتوبر اللي فات، بعد إصابته بالرباط الصليبي مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. أكرم توفيق أرجل لاعب في مصر وأفريقيا. أكرم توفيق أحسن لاعب باك يمين في مصر وفي أفريقيا. أكرم توفيق إن شاء الله بإذن الله مستنيينك يا بطل، وهترجع أحسن من الأول. قدر الله ما شاء فعل يا أكرم، أنت مؤمن، والإصابة قدر وخير من عند ربنا سبحانه وتعالى، من عند ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله ترجع أحسن من الأول. ولكن الموسم انتهى بدري بدري بالنسبة لأكرم توفيق يا جماعة. ليه بقى؟ لأن هو أساسا المشكلة إن الإصابة مع قدر ربنا سبحانه وتعالى ما جاتلوش في نفس الركبة اللي عمل فيها العملية الموسم اللي فات ولا الموسم ده، ولكن الحمد لله هي جت في الركبة الثانية. فسبحان الله وتعالى. واتصاب فين؟ في التدريب. معنى كده إن اللاعب ده بيموت نفسه في التدريب، معنى كده إن اللاعب ده بيموت نفسه في الملعب. أكرم توفيق على فكرة اللاعب اللي حط كراسكو في جيبه في مباراة منتخب مصر وبلجيكا في المباراة الودية قبل مباريات كأس العالم. معظم أندية بلجيكا كانت عاوزة تشتريه بأي سعر. أكرم توفيق اللي كان في ناس بتقول لك ما ينفعش وهو مش، لا أكرم توفيق أحسن لاعب وأحسن راجل إن شاء الله بإذن الله، ويرجع أحسن من الأول بإذن الله إن شاء الله. والإصابة خير وقدر، وزي ما قلنا إن شاء الله بإذن الله هترجع أحسن من الأول. وعلى النادي الأهلي من دلوقتي يدور على باك يمين، لأن محمد هاني لو كمل مع النادي الأهلي زي ما الموسم اللي فات لما كان أكرم توفيق مصاب، يبقى كده إيه عليه العوض. لأن مستوى محمد هاني أقل بكتير من اللي كنا عارفينه عليه من سنتين ثلاثة قبل ظهور أكرم توفيق وقبل الناس ديت. برضو مستوى محمد أكرم توفيق اللي نزل سبحان الله وتعالى في مباراة فاركو كنا متعادلين لحد الدقيقة 96، غير شكل الملعب وجاب جون. إن شاء الله بإذن الله خير يا أكرم، وترجع بالسلامة إن شاء الله بإذن الله. وزي ما قلنا ان شاء الله النادي الاهلي يتعاقد مع 2 باك يمين او 1 باك يمين، بس المفروض 2، واحد اساسي وواحد احتياطي. يا اما مارسيل كولر يطلع حد من الناشئين بقى، يشوف الناشئين دي اللي شغاله تفوز على الزمالك كل شويه ان شاع الله باذن الله، يشوف لنا حد من الناشئين ناشئي الفريق علشان يختاره هو بنفسه ويلعبه معاه في المباريات المقبله. لان الاعتماد على محمد هاني كباك يمين وفي النادي الاهلي خصوصا بعد اللي شفناه الموسم الماضي هيبقى كده شكلنا الموسم هينتهي بدري بالنسبه للنادي الاهلي، مش بالنسبه لاكرم توفيق بس. والاهلي يكتسح الزمالك، يواصل الاكتساح. تقدر حضرتك تعد معايا لحد كام؟ الاهلي 6 من 6 في مباريات الناشئين والشباب 2001 2003 2005 2006 2007 واخيرا النهارده 2008. الستة انتهوا ب6، يعني 6 من 6. النادي الاهلي بشبابه وباشباله ما شاء الله عليه ومحدش يقدر عليه. اللي انا مستغرب له ان في ناس بتطلع ولسه بتضحك على الناس او بتضحك على جمهور الزمالك اللي هو مصمم يصدقها، وبتقول لك ان نادي الزمالك احسن من النادي الاهلي.
بأمارة ايه؟ معرفش ايه. انت تعرف ان الموسم ده او السنة دي الاهلي في كل اللعبات فايز على نادي الزمالك كام؟ 22 واحد. بعدد المباريات في كل اللعبات 22 واحد، وستة من ستة في الايه؟ في الناشئين والاشبال، ولو ضفنا عليهم مباراة السوبر هنقول سبعة. هنقول سبعة. ولكن النادي الاهلي علشان محدش يطلع تاني، مش عاوزين نقول بلفظ بيطلع براس ولا بيتكلم بأي كلام وخلاص، يطلع يقول لك النادي الزمالك أحسن من النادي الأهلي. طب بأمارة إيه؟ ده حتى في الناشئين الأهلي مكتسح وراكب ومدلدل رجليه. يعني تقول لي أحسن في الكورة ولا أحسن في الأشبال. وعلي معلول حتى في الجمهور الأهلي مكتسح. علي معلول بضربة القضية لإيه؟ لأحمد سيد زيزو، خدوا طرحا أرضا. ولكن علي معلول يكتسح التصويت في كأس الرابطة بتصويت الجمهور 94% مقابل 6% لأحمد سيد زيزو، أو 5% لأحمد سيد زيزو. ومرتضى منصور طالع بيبيع الوهم وبيضحك على جمهوره على حساب نادي محجوز عليه بالنسبة لممدوح عباس بحكم من المحكمة، وطالع بيقول لك ان نادي ان كده انا بعت فلوسي او حساب نادي الزمالك، ان هي الضرائب تيجي تاخد حسابها من نادي الزمالك علشان النادي ما يبقاش فيه فلوس، وتبقى فلوس الدولة راحت للدولة وممدوح عباس ما استفادش. اولا في حاجة عاوزين نقول للناس عليها او حدش يعرفها، ان معظم الناس او معظم الكلام ده اللي اتقال غلط وغير قابل للصحة اساسا. يعني ما فيهوش ريحه الصح من اساسه. ان مرتضى منصور بيضحك على جمهوره. ازاي بيضحك على جمهوره او بيبيع لهم الوهم يا جماعه؟ ان مرتضى منصور ان اساسا حساب نادي الزمالك محجوز عليه بحكم محكمه، خلاص واجب النفاذ. ما ينفعش، ممنوع اي حد وان كان مسؤول في الدوله يتصرف طالما في حكم محكمه. خلاص يعني وزير الماليه ما يقدرش يعمل حاجه ولا ياخد ايه الضرائب بتاعته من نادي الزمالك. ولكن حتى لو خدها برضه ممدوح عباس لسه ليه فلوس، فهيفضل حاجز على نادي الزمالك. هي يعني مرتضى منصور بيبيع الوهم لجمهوره علشان الناس تصدقه وبيضحك عليهم. المشكله بقى ان في ناس فعلا بتصدقه وبتقول له ايه ربنا يوفقك يا ريس. و... ولما الزمالك يفوز يطلع يقول لك ايه الف مبروك يا ريس، نهدي الفوز ده لرئيس نادي الزمالك. ايه يعني هو ما فيش غير رئيس نادي الزمالك؟ طب ما في جمهور نادي الزمالك، في لاعيبه نادي الزمالك، في كل حاجه في نادي الزمالك. ولكن ما فيش غير مرتضى منصور، ولا هو اللي مسيطر عليكم علشان جايبكم تهزوا في الرؤوس، هزاز الرؤوس بالنسبه له في القناه. وفي الختام يا ساده ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.